ايه الاخبار؟ واحنا في اخر السنه والسنه بتلملم اللي باقي منها، ولما ترجع للواتساب او الماسنجر بتوعك هتتفاجئ بشات قديم بينك وبين شخص ما او اكتر. كنتوا امبارح قريبين جدا بشكل محدش فيكم كان متخيل ان هيجي يوم وتبعدوا. يمكن زعلك مش بيبقى على الشخص نفسه على قد ما بيكون اخلاص ومشاعر حلوه طلعوا بمنتهى الصدق منك، والمحصله النهائيه ايه؟ صفر غلاوه، صفر قرب، ومليون درس علموك من اللي يستحق شرف القرب بجد. فالدنيا ديت غريبة جدا، وجزء كبير جدا من غرابتها ان ما فيهاش ثوابت، ويمكن الثابت الوحيد فيها انك لازم تستعد تسيب اللي يقعوا ما دمت انت ما قصرتش مع حد وهو اللي فلت ايده الاول من ايدك. فمن ضروريات الحفاظ على سلامتك النفسية انك ما تقفش كتير عند نقطة التخلي والخذلان والصدمة الفلانية. الحياة لازم تكمل عادي، انت قطر ماشي في سكته بيقف في محطات وهتقابل فيها كل الانواع من كل الجنسيات وكل الاشكال. فاللي وصل المحطة وانتظرك من بدري، واللي وصل متأخر وملحقكش، واللي ركب بس قرر ان هو ينزل في نص السكة، واللي كمل. انا عايزك انت كمان تكمل وما تبصش وراك وما تضطرش لحد وما تجبرش حد عليك، وشيل اللي يقدرك على راسك. وبالنسبة للناس فانت بابك سكته مفتوحة للي عايزك ورايدك، واوعى تقفل الباب بتاعك في وش اي حد كان عايزك. سلام.